ملخص الاسبوعين الاولانيين من الدوري، مقارنه ما بين ماتشات الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، بيراميدز والزمالك والاهلي. انا اقول لك، بيراميدز الماتش الاولاني كان ما بينه وما بين وادي دجله، والماتش خلص 0-0، وبيراميدز ما عرفتش ان هي تجيب جون في الماتش ده. اللي حصل كالاتي: ان بيراميدز كانت مستحوذه بس من غير ما تخلق فرص خطيره، الهجوم كان ضعيف، ضغط مش فعال، والبناء الهجومي كان بطيء، ما جربوش طرق مختلفه للهجوم. بصراحه الماتش ده كان اسوأ ماتش لعبه بيراميدز من 3 سنين. الماتش التاني البيراميدز كان ضد الاسماعيلي، وكسب بيراميدز 1-0. هما كسبوا بجون واحد، بس كان في تطور، الضغط الهجومي كان احسن، كان في تنسيق ما بين الخطوط، استغلوا الغلطات اللي كانت في دفاع الاسماعيلي. الغلطات اللي ظهرت في الماتش الاول زي ضعف التنوع الهجومي والبطء في الانتقال من الدفاع للهجوم اتحسن في الماتش الثاني، وتحركاته كانت هجوميه اكتر. ده بالنسبه لبيراميدز. نيجي بقى للزمالك. الماتش الاولاني كان قدام سيراميكا كليوباترا وكسبوا 2-0. الصراحه كانت بداية الموسم ولا أروع من الزمالك. التنظيم الهجومي كان كويس، والأداء كان واضح، وكانوا بيعملوا فرص كتير. الهجوم كان فيه حياة كده، كان بداية وكان ماتش رائع. الماتش التاني الزمالك وقع وتعادل 0-0. طب ليه الزمالك وقع في الماتش التاني؟ الزمالك لعب بشكل سيء جدا، التفاهم تحس ان هو قل بين اللعيبه مش زاد، ودي حاجه غريبه جدا، والمدرب لسه مش مسيطر ولسه مش معاه حلول. كان في عصبيه في الملعب، كان في تسرع في الهجوم، مفيش خطه واضحه، ما قدروش يفكوا التكتل الدفاعي بتاع المقاولين. وبصراحه كده انا شايفه ان اللعيبه اتغروا من بعد الماتش الاولاني. بص، لقوا الجماهير بتتغزل فيهم، بقوا يلعبوا بتعالي. احنا عارفين التعالي بيوقع، علشان كده الزمالك وقع الماتش ده. نيجي بقى للاهلي. الماتش الاول بين الاهلي ومودرن سبورت، والاهلي تعادل 2-2. كانت بدايه سيئه جدا 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 للاهلي. الماتش كان وحش وحاشه، الاهلي كان بيلعب وحش قوي، مشاكل عند المدرب ومشاكل في التشكيل، مفيش حلول، مش قادرين نفك التكتل الدفاعي، مفيش قائد في الملعب، وكل الحلول كانت حلول فرديه، مفيش الجماعيه في اللعب. طبعا كل ده ادى ان الاهلي يتعادل في ماتش ولا اسوأ، وكانت اسوأ بدايه للموسم. نيجي للماتش الثاني، الاهلي وفاركو 4-1 للاهلي. الماتش الثاني بقى تحول كليا، ابتدينا نشوف شكل للاهلي، الثنائيات بين اللعيبه هي اللي عملت الاجوان. الجون الاول كان بثنائي بين محمد هاني ومحمد شريف، الجون الثاني كان 1-2 بين زيزو ومحمد بن رمضان. عايز اقول لكم شكلنا هنشوف ثنائي هايل اسمه محمد بن رمضان وزيزو. ابتدينا ان احنا نشوف لعب ثنائيات مش حلول فرديه، وخطوره الاهلي باينه جدا انها من على الاطراف. طبعا ما بقى عندنا ناس بترفع بيرفكتو. طبعا لما نهاجم صح ويبقى فيه ثنائيات وبيبقى فيه لعب جماعي ونضغط ونحاول نلاقي حلول التكتل الدفاعي، عشان طبعا الانديه الكبيره اللي زي الاهلي وباي ذا واي زي بيراميدز برضو هيكون في تكتل دفاعي، واي فريق هيلعب على الهجمات المرتده. ما هو ده طبيعي باشا، انت اللي لازم تلاقي حل للتكتلات الدفاعيه اللي هتكون قدامك. لما كل ده يحصل لازم النتيجه تبقى 4-1. بالرغم ده كله كان في فرص تانية برضو الاهلي ما استغلهاش، بس اول ان اول كان كويس جدا والماتش كان رائع. عايزين نستمر على كده. ودي كانت المقارنه بتاعتي لاهم 3 فرق في الدوري المصري، وده اخر الكلام. سلام.